يا اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. ينعاد عليكم بالخير يا رب. النهارده ان شاء الله الفراخ كملت 26 يوم بالظبط. تمام كده. النهارده هنوزن طبعا الميزان اهو، ونشوف وزنها وصل لحد فين، وهنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا. طبعا انا مستمره معاكم ان انا اتكلم في العشوائيات اللي احنا بنسمعها وبنستخدمها على فراخنا. بنستخدم اي حاجه كده عشوائي من غير ما نعرف اضرارها ايه على فراخنا. فانا مستمره ان انا اوعيكم برضو، حتى لو في ناس ضدي وبتقول ان الحاجات دي ليها فوائد، انا هطلع اقول لكم الحقيقه. تمام كده. انا الحاجات دي جربتها، دي قبل ما تبقى حقائق علمية، أنا مجرباها على فراخي قبل كده. فعشان كده التجربة اللي أنا مريت بيها مش عايزة حد يخسر زي ما أنا خسرت. فعشان كده أنا مستمرة أقول لكم عن أضرار الحاجات، زي ما قلت لكم أضرار الثوم والبصل. وفي ناس كتيرة قوي قالت لي إن هي ما كانتش الأعراض اللي أنا قلتها كانت بتيجي للفراخ، وهي ما كانتش تعرف السبب. النهارده برضه هقول لكم شوية أعراض لو قابلتكم في الفراخ تقولوا لي في التعليقات إن شاء الله، عشان كلنا نستفاد والناس بتبطل تستخدم الحاجات اللي هي مضرة. اولا كده يا جماعة، احنا بنتعامل مع طير معدته حساسة جدا، مش اي حاجة نستخدمها له. تمام. احنا هنوزن ان شاء الله بعد ما اقول لكم اضرار الخميرة. وكمان يا جماعة الخميرة دي كائن حي في الجو الحر ده، كأنك بتدي سم لفراخك، مش علف او اكل او ميه نظيفه، انت بتدي سم لفراخك حرفيا. ليه بقى؟ الناس فاكره بقى ان الخميره بتزود الوزن وبتفور جسم الفرخه وبتخلي الفرخه زي الفل كده. طبعا الكلام ده كله غلط. الخميره دي يا جماعه بتسبب اسهال جامد للفراخ، وفي شويه حاجات كده انا هقولها لكم ان شاء الله، حاجات علميه انا مش جايباها من دماغي، والحاجات دي انا لمستها لما كنت بستخدمها. تمام كده. الخميره، كتر الخميره يا جماعه بيخلي الاكل يمر بسرعه الصاروخ في امعاء الفراخ، والنتيجه الفرخه بتعمل اسهال مستمر. يعني الاكل بينزل زي ما هو ملوش اي لازمه، والفرخه بتخس بدل ما تزيد. تمام كده. وغير بقى الريحه الصعبه اللي بتنتج عن ايه؟ عن الخميره بقى، بتلم بقى دبان وحشرات. تمام كده. الخميرة كمان فيها فوسفور عالي جدا، وده بيخلي جسم الفرخة بيسحب الكالسيوم من عظمها. تمام. النتيجة بقى بتلاقي الفرخة لما بتكبر بتلاقيها بركت في الأرض كده، وجالها كساح ومش قادرة تمشي. دي كارثة كمان. نيجي للكارثة التانية او الثالثه من ضمن الكوارث. مش هقول لكم الكوارث كلها لان في حاجات كتيره قوي عايزه لها مش فيديو واحد، عايزه لها فيديوهات كتير. اولا كده الخميره بتنشط الفطريات الضاره. زي ايه بقى؟ الكانديدا. الكانديدا دي بتبقى في الحويصله او الجهاز الهضمي. زي ايه الكانديدا دي؟ بتسبب ايه؟ طبقه بيضه كده شبه الجبنه بتبقى داخل الحويصله بتاعه الفرخه، ودي بتخلي الطائر اساسا او الفرخه تمنع الاكل ويموت بالتدريج. يعني شفتوا انتوا بتحطوا ايه لفراخكم؟ بتحطوا سم كده وانتوا مش عارفين. يعني بدل ما انتوا مستنيين ان الفراخ تكبر وتزيد في الوزن بسرعه زي ما انتوا عايزين، تلاقوها خست وكشت وماتت، واحنا برضو ما نعرفش ان الخميره هي السبب. ليه بقى؟ لان كله بيقول فوائد الخميره فوائد الخميره، فما بيجيش في دماغنا ابدا ان الخميره ممكن تعمل كده، او المنتج او الحاجه اللي هما بيقولوا عليها دي ممكن تعمل كده في فراخنا. انا بقول لكم اللي يرضي ضميري، مش عايزه حاجه. بصوا، يعني انا من كتر الكلام اللي بسمعه عن بفضل ابص، يعني انا بسمع الحاجات دي وافضل يا رب طب ليه؟ طيب لما انتوا عارفين ان الحاجه دي ممكن تسبب، او ممكن اللي بيقول لكم اساسا المعلومه دي برضو سمعها من حد ومش عارف، فبيقولوا خلاص فاحنا نحكم عقلنا. بس هو ده اللي انا بحب اقوله لكم دايما، حكموا عقلكم قبل ما تستخدموا الحاجه. يعني انتوا لو بتلاحظوا على الفراخ بتاعتكم اسهالات، كساح بعد ما بتحطوا الخميره، كشاشان، قولوا لي في التعليقات برضو بسبب الخميره. يعني لو انتوا لاحظتوا الحاجات دي بعد ما تحطوا الخميره. تعالوا بقى نوزن ونشوف فراخنا وصلت لحد فين، وادعوا لنا بالبركه. عايزه اقول لكم برضو حاجه، انا مش عارفه لا ابيع في عيد الفطر ولا عارفه ابيع في عيد القيامه. انا المفروض ان انا هبيع بعد عيد الفطر، يعني ولا محصله ده ولا محصله ده، فمش عارفه سعر الفراخ هيوصل لحد فين. المهم هقول لكم بقى في الفيديو البيع ان شاء الله الدنيا عملت ايه معايا. ادعوا لنا نبيع بسعر كويس، وان شاء الله تبقى الدنيا حلوه.
تعالوا بقى كده نوزن ونشوف الدنيا وصلت لحد فين معانا. زي ما انا بقول لكم دايما بوزن عشوائي. اهو الميزان مظبوط، نحطه في حته فيها نور اهو اهو مظبوط يا جماعه. يا رب نبدا بقى على بركه الله كده ونوزن. ما تخافيش، النهارده 26 يوم للفراخ. اقعدي ما تخافيش. بصوا يا جماعه، هي 2 كيلو اهي. هسيبها دلوقتي اهو، بس هي 2 كيلو اهو، شايفين اهي 2 كيلو. انا سبت الميزان خالص. يعني ربنا يزيد ويبارك. اوزان في 26 يوم من غير خميره ولا بصل ولا توم ولا اي حاجه من اللي بتحطوها اهي. تعالوا نشوف كمان حاجه تاني. انا مش مختاره صدقوني الفراخ، انا جايباها من جنبي كده، هم ملمومين جنبي فانا جايباها من جنبي اهو. 26 يوم يا جماعه. بس انا مش هعمل لك حاجه، معلش يا جماعه، انا بوزن عشوائي فهتلاقيهم خايفين اساسا اهو. دي كيلو ونص بقى، دي كيلو ونص يعني مش كلهم. هي مش عايزه تتوزن حلفه. تعالي انت طيب، تعالي كبيتي العلف حرام عليكي اهو. هي التانية كانت كيلو ونص على فكره، مش كلهم نفس الوزن. 2 كيلو. طب نجيب من جوه بقى، نجيب من جوه عشان اكد لكم ان الفراخ كلها يعني مش كلها، في بعضهم بقى كيلو ونص، لان النهارده 26 يوم يعني ده وزن عسل اهو. قربت على 2 كيلو اهو اهي. ربنا يزيد ويبارك، ربنا يزيد ويبارك. تعالي انت اهو يا جماعه. 26 يوم يا جماعه من غير خميره ولا اي حاجه. كفايه بقى كده، كفايه. بس انا بحب اوريكم الاوزان عشان تعرفوا ان انا ما بستخدمش اي حاجه. انا ما بستخدمش ولا بصل ولا ثوم ولا علاج ولا منشط نمو ولا اي حاجه. تمام كده. الفراخ هقول لكم انا بعت